نهاية أشهر خديوي في مصر، الخديوي اللي اتنفى بره البلاد بأمر من السلطان العثماني. ورغم إنجازاته في فترة حكمه، لكن كانت نهايته حزينة جدا. وكان من أهم إنجازاته إن القاهرة اتسمت على اسمه، القاهرة الخديوية. لو عايز تعرف نهاية الخديوي إسماعيل، تعال معايا في حكايات المحروسة. أنا مولي الحشاش، وهحكي لكم النهاردة حكاية حلوة جدا جدا عن نهاية حكم الخديوي إسماعيل. الحكاية بدأت لما جه تلغراف من السلطان العثماني عبد الحميد، بيقول فيها إن الخديوي إسماعيل اتعزل من حكم مصر سنة 1879. الموضوع كان صعب جدا، والناس حواليه كانوا خايفين يبلغوه بالخبر، لدرجة إن أحمد زكي باشا سكرتير الخديوي وأحمد خيري باشا حافظ الأختام الملكية، كل واحد فيهم كان بيحاول يرمي المهمة على التاني، علشان ما كانش يقدر يبلغ الخبر بنفسه للخديوي. أنا ما أقدرش أقول له كده، ده أخبار صعبة جدا. والتاني يرد عليه ويقول له: يعني هتتراجع عن واجبك؟ أنا ما أقدرش أبلغ أفندينا بالخبر ده رحمة مني بيه، وما أقدرش أكون أنا اللي أبلغه بالخبر الصعب ده كده على الصبح. في اللحظة دي دخل محمد شريف باشا رئيس الوزراء، ولما شاف وعرف ان التلغراف اللي جه للخديوي مهم، وشاف شكل احمد زكي باشا واحمد خيري باشا، خد منهم التلغراف وقال: انا اللي هبلغ الخديوي بنفسي. ولما دخل عليه الخديوي اسماعيل، لاحظ ان وشه فيه حزن، وسأله: مالك يا شريف، في ايه؟ لكن اسماعيل كان حاسس ان الموضوع فيه حاجة، وكان شاكك بقاله فترة ان عزله قرب. الخديوي اسماعيل خد التلغراف وقراه بهدوء، وقال له بقوة: هاتولي ابني توفيق باشا. راح شريف باشا بسرعة وجاب الأمير توفيق اللي كان في قصره في الجزيرة. وفعلا دخل إسماعيل القصر الكبير منتظر ابنه اللي هيبقى الخديوي الجديد. في الوقت اللي كان مستني فيه